الظهور الرسمي الأول 1,200,000 على اللاعب، وهي وصل الأمانة لنادي الزمالك، ومليون جنيه للاتحاد، وطبعا إيقاف نبيل أبو زيد وكيل الأعمال اللاعب الذي تم إيقافه، وهدف كل 35 دقيقة ينتقل للنادي الأهلي بنادي الاتحاد السكندري بعد أمور وشد وجذب كبير وفرصة وتألق غير عادي، تألق غير عادي من محمد صبحي لأولى فرص الشوط الثاني من جانب كان يبحث الأهلي عن الكثافة الهجومية. شوف حضراتكم أمامنا محمد ناجي جدو، ادي الزيادة العددية هنا، وادي أمامنا التقدم وتسديدة من محمد طلعت، فرصة أولى، وادي أمامنا الربط، ناجي جدو يلعبها حلو قوي لمحمد طلعت. محمد طلعت طوال الشوط الأول كان وحيدا، كان يبحث عن التسجيل في هذه المباراة. ادي أمامنا في هذه اللقطة كرة مشتركة ما بين اللاعب جودوين نصر الليبي في بني غازي، حكم اللقاء ده بالمناسبة حكم لقاء الاتحاد الليبي والأهلي الليبي طبعا، بالتالي الامور اعتقد لن تتوقف، لكن نتمنى ان تتوقف بقى، والكره المصريه في حاجه لتركيز، والنادي الاهلي في هذه اللحظات يعني ومعنويات مرتفعه. حضراتكم امامنا تغيير الاتجاه والمهاره والتسديده، ولكن تالق الجيل العربي ميدو درويش، محمد حازم، عماد سليمان، ايضا دوري ابطال 2003 امام فريق نادي انيمبا، وكان حصل احداث شغب ونقلت 7 مباريات على بعد 100 كيلومتر للنادي الاسماعيلي. ادي امامنا هنا المحاوله لكن خفضت الى 5، وادي امامنا هنا الاستلام على طول، تدخل من اللاعب عبد الله شحات، يدخل بقوه حسام غالي، تمريره بينيه في منتهى الخطوره، ادي امامنا طلعت وجول محمد طلعت وجول للنادي الاهلي وسط غفله دفاعيه. محمد طلعت يعلن عن نفسه بقوه في هذه اللحظات ويسجل هدف النادي الاهلي وسط ضغط اهلاوي ووسط غفله دفاعيه، وليس هناك عمق دفاعي في هذه اللقطه. نزول محمد ناجي جدو يفتح الابواب المغلقه ويعطي النادي الاهلي تفوق مستحق في الشوط الثاني في الدقيقه 58 عن طريق محمد طلعت. ادي امامنا محمد طلعت في هذه اللحظات وفي هذه اللقطه، لاعب اللي اكد الحقيقه يعني جدارته بهذا المكان. شوف حضراتكم الكوره، شوف السرعه، شوف الكثافه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده، يهرب من الرقابه، يهرب امامنا، لكن هي بدات امامنا من وائل جمعه يلعبها امامنا، صراع كبير بين معتصم سالم الذي كان على اعتاب وابواب النادي الاهلي، ولكن امامنا الكره تصل الى لاعب يملك موهبه، هو اللاعب محمد طلعت في هذه اللقطه ليعلن عن تفوق الاهلي في الدقيقه 58 الدقيقه 13 من الشوط الثاني، هدف تفوق اهلاوي عن طريق محمد محسن ابو جريشه البديل القادم. هيطلع اللاعب القادم الجديد، شفناه حقيقه الشوط الاول في راسيه انقذها ببراعه الحارس العملاق الحارس شريف اكرامي. ادي امامنا جودوين هيطلع ينزل مكانه محمد محسن ابو جريشه. ادي محمد محسن ابو جريشه العناصر الاساسيه، العناصر اللي يعتمد عليها النادي الاسماعيلي، لكن النهارده اراد مارك فوتا يفاجئ الاهلي في موسم 2008 2009. ادي امامنا عبد السلام بن جالون المغربي يدخل مكان احمد علي اللي خرج في هذه اللحظات الثلاث نقاط. هنا امامنا شهاب، موهبه كبيره الحقيقه في النادي الاهلي، هيطلع حسام عاشور تبديل اضطراري ينزل مكان شهاب، لاعب عطاء كبير واداء كبير حسام عاشور، لكن يبدو طبعا ليس بدايه موسم. احمد فتحي يغادر الملعب في هذه اللحظات وبيعود ليلعب في طبعا طرف الملعب اليمين احمد حسن، ويدخل احمد شكري في وسط الملعب ويطور الاداء في هذه اللحظات ويبحث عن تحقيق التعادل. احمد سمير فرج يلعب على القائم الاول، يلعبها حلوه وجول التعادل. لسه بقول لحضراتكم الاسماعيلي يبحث عن التعادل، وبالتخصص محمد محسن ابو جريشه بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل للنادي الاسماعيلي في ركله ركنيه لعبت للخلف لمحمد محسن ابو جريشه اللي ينجح في احراز التعادل في الدقيقه 80 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي يستغل الارتباك اللي حدث في التبديلات الاضطراريه وظروف عكسيه مع النادي الاهلي، لعبت حلوه قوي على القائم الاول يلمسها نادي الاسماعيلي تصل الى اللاعب محمد محسن ابو جريشه. ادي امامنا الكره الراسيه اتقلبت حلوه قوي الحقيقه للخلف، وادي محمد محسن ابو جريشه يعلن عن نفسه. ادي احمد سمير فرج، وادي امامنا كره راسيه محمد حمص يلعبها حلوه قوي. وشوف حضراتكم بقى اتنين رايحين على الكوره، محمد محسن ابو جريشه ومعتصم سالم، ومحمد محسن ابو جريشه يرد على كل من تحدث عنه قبل اللقاء انه لا يمتلك التركيز، لا يملك القدره على التهديف، عشان كده فضل عليه مارك فوتا اللاعب جودوين. وادي امامنا بقى اجاده من محمد محسن ابو المصري ينطلق
وادي امامنا مضلو 1-1 نادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. كما يعني ذكرت حضراتكم كان في اللقاء الاسماعيليه احمد صديق سجل وشبيطه عادل، وكان طرد معتصم سالم، ثم كان تعادل في القاهره، كان تقدم احمد شكري وعادل احمد علي، وامامنا هو شادي محمد هيشارك في هذه المباراه. 27 لقاء دولي شادي محمد نجم النادي الاهلي طبعا اللي كان انتقاله من نادي الكروم السكندري في عام 99، واستمر في رحله نجاح كبيره جدا مع النادي الاهلي، واستمر في ادائه المميز. هينزل مكان محمد حمص اللاعب المميز شادي محمد في هذه اللحظات، وهيلعب في الدفاع، واعتقد هيزيد احمد خيري في وسط الملعب يلعب بقى مكان اللاعب محمد حمص. اذا شادي محمد التبديل الثالث والاخير في هذه المباراه، يدفع بمحمد حمص اللي بذل مجهود كبير طبعا في اللقاء، يخرج اهو صانع الهدف اللي اتلعبت من احمد سمير فرج لحمص، قلبها الاسماعيلي. استغلال مهاره احمد سمير فرج بقى في اسماعيلي، وابتسامه من محمد صبحي في هذه اللحظه. خدوا ثقه لعيبه الاسماعيلي، خدوا ثقه. مارك فوتا يبتسم لان كان في موقف صعب بعد خساره شباب القبائل طبعا في الاسماعيليه. ادي امامنا السن، وادي امامنا المحاوله وتسديده خطره جدا، خطره جدا الكره الماضيه. ادي عبد السلام بن جالون اللاعب المغربي الذي دخل مدينه لم نشعر به طوال الفتره التي شارك فيها، ولكن كاد ان يفجر يعني مفاجاه كبيره في هذه اللقطه وفي هذه التسديده ملعوبه حلوه من محمد محسن ابو جريشه، محطه هجوميه وتسديده قويه جدا من عبد السلام بن جالون امامنا الذي يدخل في اجواء اللقاء ويملك خبرة جوه اللقاء. لكن مباراة صعب تتوقع، مع صفارة النهاية قد تتغير الأمور، تتغير الأحداث. أدي أمامنا الكرة البينية وملعوبة، وهناك تدخل وهناك لمسة يد. أمامنا نشوف حكم اللقاء يدي إنذار أمامنا لمحمد أبو تريكة، لمسة يد على أبو تريكة. وادي أمامنا المحاولة من محمد أبو تريكة والحكم كوليبالي امامنا في هذه اللقطه. هذه امامنا المساعد على فكره دخل على ركله جزاء، الحكم مدي انذار على لمسه يد، لكن الكلام اللي يمشي كلام الحكم اللقاء في هذه اللقطه. انذار لمحمد ابو تريكه. الراجل ده جري على جوه على فكره، المساعد ده جري على جوه، جري على ان في هناك ركله جزاء. نشوف الاعاده مره ثانيه. ادي الكره البينيه ملعوبه حلوه جدا، شوف المسكه هنا وبعدين سابه، مسكه في الاول. ادي امامنا اهو في هذه اللقطه، شوف الايد اليمين، الايد اليمين امامنا اهو اللي رفعها دي بيعلن فيها البراءه معتصم سالم، والايد برده الشمال بتاعه محمد ابو تريكه في هذه اللقطه. حاول بقى يلحق بالكره، حاول يلعبها يعني ضربه راسيه والمساعد، وادي الكره طبعا لم تحتسب للنادي الاهلي كما اراد ابو تريكه، ولكن تلقى فيها ابو تريكه انذار. النادي الاهلي في ملعبه هنا في استاد القاهره يتعادل امام الاسماعيلي تعادل 1-1. شوف الاعاده، شوف حضراتكم الاعاده، شوف الاعاده في هذه اللقطه. وادي امامنا معتصم سالم ومحمد ابو تريكه، وقرار من كوليبالي بانذار لابو تريكه قوي في انطلاقه اهلاويه عن طريق اللاعب احمد شكري، يعدل على شماله ويسدد، ولكن في الشباك من الخارج، في الشباك من الخارج. ادي امامنا احمد شكري احد المواهب الكبيره الحقيقه في كره القدم المصريه، ياخد كره حلوه قوي هجمة أهلاوية في محاولة لإيجاد حل فردي، لأن غابت الحلول الجماعية الحقيقة مع تراجع في الأداء، مع عودة للإسماعيلي وإحراز هدف التعادل. وأحمد شكري يسدد أمامنا في الدقيقة الثالثة من الوقت التبع، والكرة أمامنا يا دوبك يعني يرضى عن المرمى في الشباك من الخارج. تعود كرة من وائل جمعة إلى شريف إكرامي، هدف بركله ركنيه بيتحمله دفاع الاهلي، وايضا يعني جانب من الخطا على شريف اكرامي في عدم الخروج من المرمى. هنا امامنا كوليبالي، هنا كوليبالي انذار كان لابو تريكه في كره يعني عليها شك كبير، انذار لاحمد خيري. ادي امامنا نجوم اللقاء النهارده احمد خيري ومعتصم سالم، وطبعا دفاع الاسماعيلي يمكن الغفله الوحيده في الكره اللي سجل منها محمد طلعت الهدف في الدقيقه 58. ادي امامنا الكره اللي حاولت لمس الكره باليد، وبالتالي انذار مستحق، وانذار كان لابو تريكه لمس الكره باليد، لكن كان في تدخل من جانب معتصم سالم، ويعني دار عليها همسات كثيره في المدرجات. وادي فرصه وجول، فرصه وجول. وائل جمعه، وائل جمعه في هذه اللحظات هو منقذ النادي الاهلي، هو هداف في هذه اللحظه، ويعلن عن هدف الثلاث نقاط، هدف الفوز للنادي الاهلي. وائل جمعه امامنا في هذه اللحظات سجل في نهائي 2008 امام القطن الكاميروني، هنا باجاده كبيره من وائل جمعه الذي يتحلى في هذه اللحظات بقى بصفات المهاجمين، بمهاره، بعقلانيه، باجاده كبيره، ملعوبه حلوه الكره الماضيه. ادي امامنا تدخل من احمد حسن، ومطالبه هنا في هذه اللقطه من لاعب الاسماعيلي بدفع من احمد حسن، لكن تذهب الى وائل جمعه اللي يعني يسجل في هذه اللحظات
اللحظات. ادي امامنا الاعاده وادي التدخل قوي من احمد حسن، ولكن وائل جمعه يستغل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه المهاره وضربه راسيه قاتله، ضربه راسيه قاتله من وائل جمعه في هذه اللحظه، الذي يعلن عن نفسه ويعلن عن 3 نقاط وفوز غالي وفوز هام جدا للنادي الاهلي في وقت كان الجميع ينتظر انتهاء اللقاء بالتعادل وحصول الاسماعيلي على نقطه هنا في استاد القاهره. ولكن وائل جمعه في سجده شكر امامنا من هذا اللاعب الذي يعني هو عنوان للالتزام، عنوان للاداء. وادي امامنا لا شك لحظه غضب امامنا، لحظه يعني توتر في هذه اللقطه امامنا. وادي حكم اللقاء يبدو في انذار لمحمد محسن ابو جريشه في هذه اللقطه. ادي امامنا في احتجاج من جانب لاعبي الاسماعيلي، تدخل احمد حسن في اللقطه الحقيقه اللي كان شاب. اذا احمد خيري، محمد محسن ابو جريشه، ادي امامنا احمد العجوز امامنا، لاعب سريع، لاعب محمد محسن ابو جريشه. شوف حضراتكم الاعاده، شوف الاعاده، ادي الاعاده اهو، احمد حسن دفعه واضحه، لكن وائل جمعه يحسن التصرف مع الكره، ينتظرها تاتي للاعب يستحق الحقيقه ان يكون يعني في هذه المكانه، لان لاعب ملتزم، لاعب منضبط. والتوفيق لا ياتي ابدا يعني بضربه حظ، ياتي مع اللقاء عن نهايه هذه المباراه لتنتهي نهايه دراميه في دفعه واضحه جدا امامنا من جانب احمد حسن في ظهر خيري، تذهب الى وائل جمعه، وامامنا ما زالت الحاجات قائمه وبينتهي امامنا. ودي عملنا تسديده، وبالفعل في هذه اللحظات يعلن حكم اللقاء الحكم ادم كوليبالي من مالي عن نهايه المباراه، وسط احتجاجات كبيره من جانب لاعبي الاسماعيلي على حكم اللقاء من مالي، وتدخل هنا واجراءات